هنتكلم النهارده عن لغز الرحله 990، وهي الطياره اللي كانت جايه من امريكا لمصر. والحادثه دي مختلفه عن كل الحوادث اللي حصلت في تاريخ الطيران المدني، وده طبعا لان الطياره كان فيها ضباط على اعلى مستوى و3 علماء ذره مصريين و7 طيارين مقاتلين، 7 علماء بترول. فهنتكلم النهارده عن سر الرحله 990 بس بعد الفاصل. من 31 اكتوبر سنة 99 كان يوم اقلاع الطائرة بوينج التابعة لشركة مصر للطيران، وكانت الطيارة جاية من امريكا ورايحة على مصر. الطيارة كان الطاقم بتاعها كله مصري بقيادة الكابتن احمد الحبشي، وكان مساعدينه كابتن مساعد اول جميل البطوطي، والكابتن عادل انور، والكابتن رؤوف محي الدين. وطبعا لان الرحله بتكون مدتها طويله فطبيعي كان الطيار بيقسم الرحله على جزئين. الجزء الاول ان الطياره بتطلع من لوس انجلوس لمطار كيندي، الطياره بتنزل وبتعمل ترانزيت. لكن الجزء الثاني هو توجه الطياره من مطار كيندي للقاهره. بالنسبه للجزء الاول ما كانش فيه مشاكل والطياره مشيت بطبيعتها خالص، بس في نفس الوقت كان فيه راكب موجود على الطياره، والراكب ده بمجرد توقف الطياره في الترانزيت نزل من الطياره وما كملش الرحله لانه كان بيقول ان عنده مغص في بطنه. بعد كده اكتشفنا ان الراكب ده ضابط بالبحريه الامريكيه، وبعد كده هو اللي اشترك في التحقيقات بخصوص الطياره المنكوبه. طبعا يعني كل ده مش صدفه. المهم ان في الجزء الثاني من رحله الطياره المفروض لما الطياره وقفت في نيويورك وخلاص الترانزيت المفروض ان الطياره تطلع من المطار الساعه 11 وتلت، لكن الساعه جت 11 وتلت ولسه ما جاش الاذن للطيار المصري انه يطلع بالطياره. فالطيار المصري اتواصل مع البرج الملاحي عشان يسمحوا له بالطيران مره ثانيه، لكن كان في تعمد من برج الملاحه انه ياخر الطياره في الاقلاع، واستمر الوضع لحد الساعه 1 و17 دقيقه، يعني اتاخر ساعتين كاملين عن ميعاد اقلاع الطياره. والكل كان مستغرب من اللي بيحصل لحد ما جه الاذن باقلاع الطياره، وكانت الساعه ساعتها 1 و19 دقيقه. طلعت الطياره من نيويورك عشان تتوجه للقاهره، لكن الغريب هنا الضابط الامريكي اللي اصدر الاذن باقلاع الطائره، وهو امريكي يهودي، والضابط ده اتعمد عدم ادراج الرحله 990 ضمن خريطه الرحلات. وده معناه ان الطياره مجرد ما تقلع فبالتالي هتكون هدف سهل ضمن الحيز للمنطقه العسكريه الموجود فيها قاعده صواريخ امريكيه. والاقرب كمان التعليمات اللي اصدرها الضابط الامريكي لقائد الطياره المصري قبل ما يقلع، وهو انه يغير الممر الملاحي بالطياره، يعني هيغير الطريق اللي هتطير فيه الطياره، وهو من مطار اتلانتيك لزولا اتلانتيك. وركز هنا لان المنطقه دي فيها قاعده صواريخ امريكيه. المهم ان الطياره طلعت، وعلى مدار 28 دقيقه كاملين كان كل شيء ماشي طبيعي لحد الساعه ما جت 1:47 دقيقه، وتيجي اول اشاره من البرج الملاحي الامريكي ويطلب الضابط من الكابتن احمد الحبشي انه يغير موجه الاتصال. المهم ان الساعه 1:48 دقيقه بيظهر صوت في التسجيلات وفيها الكابتن احمد الحبشي بيستأذن من الكابتن جمال البطوطي انه يروح الحمام. بعدها بيظهر صوت شديد في الطياره لدرجه ان الكابتن احمد الحبشي خرج جري على كابينه الطياره وبيقول في ايه في ايه. وفي نفس الوقت كان الكابتن جميل البطوطي بيقول توكلت على الله توكلت على الله، نفس العباره دي اللي استغلها التقرير الامريكي وفسرها بشكل غريب جدا. لكن جت الساعه 1:50 دقيقه لقوا ان الطياره بتخرج عن مسارها بشكل غير طبيعي، ومره واحده ذراع اليد الهيدروليكي اللي هي عصا القياده هي كمان مش شغاله. الساعه 1:51 دقيقه بيحصل هبوط حاد للطياره من 33,000 قدم ل 16,000 قدم، وطبعا ده كارثه لان الطياره ما بتعملش كده الا في حاله المناوره، يعني بتحاول تهرب او تتفادى من جسم معين. بعدها بدقيقه كان الكابتن احمد الحبشي بيكلم كابتن جميل البطوطي وبيقول له شدي معايا، وكان قصده طبعا على ذراع اليد للطياره عشان الطياره ترتفع تاني. وبعدها ب20 ثانيه ارتفعت الطياره، لكن يحصل مره ثانيه هبوط حاد للطياره وحصل انفجار في الجزء الخلفي للطياره، وده ادى لانفجار كامل في الطياره كلها. بعد الكارثه بساعه اعلنت امريكا انهم فقدوا الاتصال بالطياره، وبعدها امريكا اعلنت سقوط الطياره في المحيط الاطلنطي والخبر يوصل مصر. لكن الامريكان رفضوا تدخل مصر في التحقيقات، واول بيان اصدره الامريكان ان الطياره سقطت نتيجه عمليه انتحاريه، وان الكابتن جميل البطوطي هو اللي نفذ العمليه الانتحاريه دي، واستغلوا كلمه توكلت على الله اثناء سقوط الطياره. وبسبب كل الاحداث دي خلت الرئيس مبارك وقتها يتدخل ويبعت عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامه المصريه علشان يتدخل الجانب المصري في الكشف عن الحقيقه. وبالفعل عمر سليمان اقنع الامريكان بالمشاركه في التحقيقات، وبمجرد وصول الوفد المصري عشان يحققوا في العمليه اول ما وصلوا على طول اكتشفوا ان رئيس لجنه التحقيق في القضيه هو الراكب اللي نزل من الطياره في نيويورك، واكتشفوا كمان ان الوحده 990 غير
مدرجه ضمن خريطه الرحلات، ودي كمان كانت وظيفه الضابط المراقبه الامريكي اليهودي. واكتشفوا كمان ان في شهود حاول الامريكان تعتيم شهادتهم، لكن الجانب المصري اصر على سؤالهم. الشاهد الاول كان طيار الماني وقال انه شاف جسم ملتهب بيسير في اتجاه الطياره المصريه قبل وقوعها. والشاهد الثاني كان اردني وقال ان هو شاف كوره من اللهب على بعد 50 متر من الطياره المصريه. والشاهد الثالث كان صياد امريكي وقال انه سمع صوت قذيفه وبعدين لقى انفجار شديد، والطياره بعدها وقعت قدامه في المحيط الاطلنطي. وشهاده الشهود دي ملهاش الا معنى واحد، وهو ان الطياره المصريه تم استهدافها بصاروخين. وركز هنا بقى لان الوفد المصري اكتشف ان الطياره المصريه وقعت على بعد 50 ميل بس عن قاعده الصواريخ الامريكيه. الخبراء المصريين اجمعوا على استحاله قيام الكابتن مساعد طيار جميل البطوطي بتهمه قيامه بعمليه انتحاريه بالطياره، وكان في دلائل كتير تدل على براءه الكابتن جميل البطوطي. لكن بعد وضوح الادله للجانب المصري بتورط الامريكان في الحادثه، لكن للاسف تم تعتيم الاعلام المصري لكل اللي حصل، وتفضل الرحله 990 حق ضايع. وبكده اكون خلصت، واتمنى اني اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب انصر مصر. سلام عليكم.